ده النجوم الزاهره جامعه القاهره عشان يحققوه قعدوا 40 سنه يا فندم. 40 سنه. مش مصدقني؟ افتح عندك وسائل التساؤل والبحث عن المعلومات بقى سهل جدا. امسك جوجل او امسك اي محرك بحث واسال كتاب النجوم الزاهره لابن تغري بردي ظروفه ايه. اقرا قصه حياه الكتاب، اتولد ازاي، اتولد ووصل لينا احنا ازاي. اقرا ان تفهم ان على مدار 40 سنه المحقق اللي قرا المخطوط تعب 40 سنه عشان يجيب لك 16 مجلد. على فكره هم 16 مجلد كتاب زي ده، مش مجلد بقى كتاب قد كده في مجلد واحد، لا ده كتاب قد كده. ربنا ينفعنا بيه يا رب. 40 سنه دي امانه. التانيه ان الناس دي يعني عندنا احنا في عصرنا الحالي ناس دارسه، ناس عندها دم، ناس عندها ضمير، ناس بتخاف على قيمه المعلومه اللي جايه لسعادتك. تقوم انت متضجع التاريخنا كله مزور بناء عن ايه؟ بناء عن ايه؟ باي نخوه وباي شرف وباي دم وباي ضمير تقول على التاريخ مزور؟ مش من حقك. خلاص. يبقى احنا كده ايه؟ اول حاجه نفرق ما بين المصدر وما بين المرجع. المصدر المؤرخ اللي عاصر العصر ده، شاف بعينه او سمع بودانه وكذا ومشهود له بالامانه. دي تاني بند. ازاي اختار المؤرخ؟ انا من شويه جيت كلمت قلت ايه؟ ابن تغري بردي 100 100 مشهود له بالامانه. المقريزي استاذ ابن تغري بردي مشهود له بالامانه. ابن حجر العسقلاني ده مش مشهود له، ده احنا نبصم بالعشره، بس التاريخ مش ملعبه. ده ملعبه الفقه والحديث. بس لما بيتكلم في التاريخ بيتكلم في حاجات تتعلق بالمعلومات اللي تؤيد علمه، مش بالمعلومات اللي تؤيد علم التاريخ. لا، ده هو بالمعلومات اللي تؤيد علم الحديث، لانه كان اعلم اهل الارض في عصره بعلم الحديث. تمام. طيب ابن تغري بردي ينفع ان انا اراجع عليه؟ طبعا طبعا. بس الملاحظات اللي عليه ان هو هيجي في صف الامراء على العوام. ماشي. بيحتقر الناس الفقيره عادي. دي سمه العصر ده.